السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحب بكم حبايبي في كل مكان. النهاردة أنا هقدم لكم طريقة تصليح المشترك اللي هو بتاع الكهرباء. طبعا أنا يعني بحب أخترع كل حاجة في بيتي، يعني أعمل كل شيء، الشيء البايظ أنا أعمله بنفسي. يعني لا بدخل سباك عندي في البيت ولا كهربائي ولا بتاع مراوح، ولا كل حاجة بعملها أنا لوحدي. فأنا هوريكم الطريقة وهوريكم إن هو الأمر بسيط جدا، من غير ما أنت تكلفي نفسك وتجيبي كهربائي أو ترمي المشترك حرام. يعني هو ما فيهوش أي حاجة، بتبقى حاجة بسيطة جدا فيه، أنت تقدر تعمليها بنفسك وتستعمليه عادي وتوفر على نفسك فلوس كتير خالص. بحاجة بسيطة خالص. هنبدأ وهوريكي. بسم الله، الصلاة والسلام على رسول الله. ده المشترك. طبعا أنا المشترك ده عندي جايباه من الأصلي، اللي هو المتين الشديد. طبعا ضغوط شديدة عندي في البيت، يعني زي مثلا بحط فيه فيشة الكمبيوتر، والكمبيوتر ده فيه 3 مش فيش. بحط فيه فيشة الشاحن، بحط فيه فيشة الموبايل، أي حاجة يعني بستعمل ده كله. فالحمل تقيل على المشترك، كان جايبينهولي أو مشترياه بسلك زي كده اهو. هو جايب سلك زي كده اهو. طبعا بصي، انت من بره هتلاقي السلك جامد، تقولي لا ده هيشيل ضغط شديد، لكن لو بصيتي على السلك من جوه هتلاقيه ضعيف جدا 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 ومش هيستحمل. يعني بمجرد ما اي حمل ضغط عالي، بص تلقيه ايه، فصل. بصي يعني بسيط جدا. شوف شعيرات بسيطة جدا، بس المهم هم عاملين ايه، حاطينهولك في غلاف شديد خالص، بحيث انك انت تبص تقولي لا ده دي من الاصلي الاصلي. فطبعا انا يعني ما كملش حاجة معايا وراح فصل. طب انا هوريكم ازاي عملت ايه فيه، ولما فصل او باظ هعمل فيه ايه او اشغله ازاي. طبعا انا موصلاه. رحت جبت سلك من اللي هو الشديد خالص دوت. شوفي الحمل بتاعه ازاي، يعني ده تحط لو حطيت فيه فيش سخان في احمال عالية جدا يستحمل. عملته، وصلته من هنا اهو، فكيته خالص، ووصلته برضو بالطريقة اللي هوريها لك. طبعا دوت كده فاصل. يعني مش عارف انا اللمبة والعة اهي، اللمبة بتاعته والعة، يعني الكهرباء واصلة فيه. ولو طفيته كده تطفي اللمبة، ولعته تولع اها، طفت كده، كده ولعت. يعني الكهرباء واصلة، بس اللي ما شغالش اللي هي ايه، العيون بتاعت هنجرب اشوفه شغال ولا لا. طبعا دوت بينور، يعني عشان اعرف اذا كان شغال ولا لا. ده شاحن بس كده ما مشغلش، برضو ما شغالش في كل العيون، ما شغالش. فانا هحطه في فيشه تاني على اساس اوريكم الشاحن شغال ولا لا. شوف كده اهو نور ازاي اهو، كده طفي، كده اهو نور تمام. هنشوف ايه العيب بتاع هشوف ايه العيب في دوت. هفتحه قدامكم واوريكي ان هو اللي فاصل حاجه بسيطه جدا إيه لا تذكر، وانت هتعمليها بايدك. فهتشوفي دلوقتي انا هعمل ازاي. بعد ما فصلت الشاحن بتاعه عشان افكه كويس واشوف ايه العيب اللي فيه، وهوريكم بنفسكم برضو ايه العيب اللي هو مخليه ما يشتغلش. طبعا تفك الاول المسامير بتاعته كلها كده اهو. كويس، فكناه كده اهو. تخليه برضو كده زي ما هو على القلب بتاعته عشان المسامير اللي جواه ما توجعش منك. طبعا اوريك الطريقه اللي انا عملت بيها السلك دوت. السلك اللي انا حطيته اللي هو زياده. طبعا دي شكل المشترك من جوه في سالب وفي موجب. هتحطي فرده في السالب وفرده في الموجب، وكله بيوصل. ازاي انت هتفهمي ايه اللي بايظ هنا اهو. هتلقي دوت الخط دوت كله مع بعضه. شوفي هنا وصله واحده، بتسيبي واحده هنا اهو اللي فيها الازرق دي وتوصليها في الاحمر، تسيبي واحده في الازرق توصل بالاحمر.
هتلاقيها يعني ايه، على اساس ان دي هتساوي دي ودي تساوي دي، يعني كده يعني عملية ايه كهرومغناطيسية يعني. بصي هتلاقيها كده اهو. انت ما تشغليش بالك بالموجود ده كله، المهم انك تفرزي السلوك دي. هتبصي كده تشوفي ايه السلوك اللي هي ايه فالتة. هنا ما فيش ولا حاجة. هتبصي هنا تلقي اهي في واحدة فالتة اهي، في واحدة اهي ضربة اهي. شوفي ضربة ازاي هنا اهو، يعني خلت البتاع فصل. طب نعمل ايه دلوقتي؟ هي ضربت وفصلت، هنعمل ايه؟ هنوصلها بشكل بسيط جدا جدا. هتجيبي نفس السلك دوت اللي هو بتاع اللي كان في دي الاول. السلك دوت هو على قد ما انه ضعيف، لكن في دوت عازل للحرارة. هنقص حتة كده اهو بالمقص كده. بص دي اللي فلتة اهي، دي محروقة وفلتة. دي بتتوصل فين؟ بتتوصل في الزرقاء اللي زيها بالظبط. ادي هي واحدة زرقاء ودي زرقاء، هتتوصل بالظبط في اهي. طبعا اهي دي فلتة اهي. هنعمل ايه؟ دي محروقة اهي وفلتة طالعة اهي. بص كده حتى بص اتحرقت وفلتت. هنوصلها ازاي؟ هتوصل هنا؟ لا، هتعمل قفلي. هتوصل في التانية اللي هي الزرقاء اختها. هنوصل دي بدي، على اساس ان انت كل واحدة موصلة الازرق تسيبي الاحمر وتوصل الازرق، تسيبي الاحمر وتوصل الازرق، تسيبي الاحمر وتوصل الازرق. يبقى هنوصل بين الازرق ده ما بين الازرق ده. هنعمل ازاي؟ هناخد السلك اللي انا وريتهولك، هنقص منه حته عشان نوصل بيها، عشان دوت برضو ايه، اي سلك عندك مش ضروري يكون فيه عازل يعني، لان انت كله ده فيه حاجات يعني ايه محميه من جوه يعني. هتجيبي حته سلك كده اهو، هتقيس المسافه بين دي ما بين دي كده، هتقصي كده اهو تمام. حتى تخلي طرف منها كده اهو. طبعا اهو هتتصرف ازاي؟ هتوصلي طبعا انت دلوقتي ما عندكيش كاويه، الحاجات دي بتبقى بتتلصق بالكاويه. انت ما عندكيش كاويه، هتتصرف ازاي؟ برضو مش هنغلب. هنتصرف هنعملها ازاي؟ بص كده اهو، هنوصل دي كده اهي، خليك معايا كده اهو. هنخليها كده عشان اي سلك رهيف بيعمل ماس تخليه كله كده شابك في بعضه. هنوصل كده تمام اهي، تشبكيها في الزرقاء دي اهو كده اهو، وتلفيها كده اهو لف جامد خالص خالص، بحيث ان ما تخليلهاش ايه، ما تخليلهاش اي شوائب، اللي هي اي حرف من كده. انا لفيتها خالص اهي، تلفيها جامد، وبعد ما تتلف خالص كده اهو تتاكد انها اتلفت مش هتطلع تاني، الباقي تروح تقصيه بالمقص تمام كده اهو. انا كده لفيتها جامد خالص. الحته الفاضيه دي هي البسيطه دي اللي طالعه دي كده، عشان برضو ما تعمليش قفله كده، اقصها بالمقص كده. هي شبكت خالص اهي. بص كده هتيجي هنا اهو في الحته اللي هي المقطوعه دي نفس، تسحبيها كده خالص اهي. تفضل السلكه نفسها بتاعتها اللي هي ملحومه بالجزدير، هتجيبي نفس دي كده اهو وتوصليها فيها برضو بنفس الطريقه اللي انا وريتها لك دلوقتي. توصليها كده خالص، تلفيها عليها لف، وبرضه هوريك الطريقه دلوقتي بمنظر بسيط جدا. تصلح المشترك بتاعك، ما تخليش اي حاجة تعوقك في البيت. كل حاجة تعمليها بنفسك بنظرة بسيطة كده يعني. مش لازم يكون يعني كهربائي وسباك وبتاع، مش لا، بنفسك يعني. انا مثلا في الحمام عندي السيفون باظ بصلحه، قاعدة الحمام باظت بصلحها، الشطاف باظ بصلحه. نيجي لدي كمان، دي بتتوصل فين؟ دي احنا بنقول هنا نوصل واحدة هنا ونسيب الزرقاء ونمسك في الحمراء. طب اهي الحمراء هنسيب الزرقاء دي وهنوصلها هنا اهو في دي. بص كده هنوصلها هنا في دي اهي، طلعيها خالص كده
طبعا برضو انت ما عندكيش كاويه، هتتصرف ازاي؟ برضو ما تغلبيش اهي، طلعيها كده اهو، طلعيها اهي، وهتلفيها بسلك بنفس الطريقه اللي انا وريتها لك في الاول. هلفها بسلك واوريها لك. وصلتها دي طبعا بالسلك نفسه اللي هو متشال دوت، وصلته فيه، ربطت السلك اللي هو انا قصيته قدامكم دلوقتي بكده. وطبعا دي برضو عايزة لحم بالجزدير، برضو لفيت السلك عليها طبعا، من هنا دخلته من هنا ولفيته اهو قدامكم. هنحطه زي ما كان في المكان اللي هو المتاح ليه بتاعه. وطبعا برضو قبل ما احطه، لو انت مثلا الفتحات دي واسعة على الفيشة، يعني بتخليها يعني شديدة عليها، ما دي واسعة، اول ما تحطيها كده تسحب على طول. هتضيقيها وتخليها تمسك فيها جامد بشكل اللي هو ايه، هتطلعي كل واحدة كده اهو من هنا زي كده، تطلعيها وتروحي مضيقاها بايدك كده. تضايقي الفتحة دي هي اللي بيخش فيها السن بتاع الفيشة او المشترك او اي حاجة، تروحي انت مضايقاها كده بايدك. هنحطها تاني زي ما كانت كده. وصلنا اهي دي بدية، وصلنا دي بدية، يعني دي بعيد عن دي ودي بعيد عن دي، وكويس كده. وخلصنا كده التوصيلة. هنجرب دلوقتي، برضو هنفرز البتاع كله، نشوف في حاجة تانية مقطوعة ولا لا. كله واصل اهو. برضو دي انا وصلتها، كانت مفلوتة قبل كده، رحت انا موصلاها. وصلت دي برضو بص بنفس الطريقة من فترة طويلة، يعني الكلام ده يطلع لي دلوقتي سنة. شوف يعني ضغط شديد وبتاع، وبرضو اهي شابكة زي ما هي وواصلة اهي. دي انا وصلتها، المفروض دي الخيط ده يبقى احمر زي دوت كده اهو. لا انا لما برضو لقيت فصل كده، رحت عاملاه بسلك زي كده اهو، يبقى كده واصل وكده واصل تمام. مفيش حاجة اهي، حتى دي اللي انا عملتها دلوقتي واصلة، كله تمام، مفيش ولا حاجة مقطوعة، كله كده. انتي بصي كمان هنا دي اهي، بصي كده دول اهو واسعين جدا. اول ما تحطي تروحي انتي مضايقاه كده بايدك، تضايقيه كده يعني تخليه ماسك كده، بحيث ان لما تدخل ال السن بتاع الشاحن او الفيشة تبقى ماسكة فيها مش واسعة كده. خلاص تمام كده، كل حاجة احنا ظبطناها كده، كله تمام كده اهو. هنقفل خلاص كده، اتأكدنا ان كله تمام. هنقفل، نساوي كل حاجة مكانها. هنقفل المشترك كده. احنا رجعنا مشترك جديد تاني، بدل ما هنشتريه بمبالغ دلوقتي، كل حاجة بقت نار وولعت. يعني الحاجة اللي كنت بتشتريها بجنيه دلوقتي بتشتريها ب10 بالظبط، الضعف 10 بالظبط. فانت كده وفرتي على نفسك وعلى بيتك، يعني وكسبتي وقت برضو، عبال ما تسيبي المكان فاضي، معرفاش تشحني، معرفاش تشغلي تلفزيون كمبيوتر. لا كده انت خلصتي كل حاجة عملتيها وريحت نفسك يعني، وفي نفس الوقت وفرت توفير يعني كويس خالص، وفي نفس الوقت كسبتي خبرة. يعني انت ليه حاجة بسيطة زي دي سلكة عايزة تتلحم تسيبيها او ترمي الشاحن المشترك كله عشان مش عارفة تعمليها؟ لا انت كل حاجة اعمليها بنفسك في البيت، ما تستنيش حد يعمل لك حاجة، ما تستنيش اي حد عبال ما اذا كانت ست متزوجة وكده، عبال ما جوزها يجي من الشغل، عبال ما اولادك يطلعوا من المدرسة كده. خلصنا خالص. هحط الفيشة وهشغل قدامكم كده وهوريك ولا لا. طبعا انا وريتكم ده في لمبة اهي كده، نورت اهي اللمبة كده طفت تمام كده اهي، نورت اهي. برضو اوريكي حاجة تاني، يعني احنا لو مثلا عايزة احط الشاحن اوريكي اشحن ازاي. مثلا عدة اهي كده اهو، برضو الاول ما كانش خالص يديني اي اضاءة او اي شحن او كده. تمام اهي تشحن اهي تمام كده.
منتهى البساطة يا جماعة، منتهى السهولة. صلحت الشاحن بتاع المشترك بتاعك وكده. يعني يا رب تكوني استفدتي من طريقة الفيديو، تكوني استفدتي برضو من طريقة ازاي تصلحي موبايلك، المشترك بتاعك ازاي تعمل الطريقة اللي انت تشوفيها صالحة ليكي، يعني ما تستنيش حد. ويا رب تكون الفيديو عجبكم، وما تنسيش تدعميني بالاشتراك وشير عشان كل المعلومة توصل لكل حبايبنا المشتركين. واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.